نشق جيوبنا وتسيل دماؤنا باسم حب أهل البيت. والله ما أراهم ولا تراهم إلا كذابين. يا أخي الشيعي بالله عليك، شفت يوم من الأيام واحد معمم من هذول أهل العمايم اللي احنا كنا نمشي وراهم، شفته يقرأ قرآن بأحكام تلاوة مثل ما يقرون أئمة المساجد. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بالله عليك، شفت هذا المعمم حافظ للقرآن؟ شفت لك معمم حافظ قرآن؟ شفت لك معمم حافظ جزء واحد من 30 جزء؟ ليش؟ شفت لك معمم يلطم ويشك ثوبه مثل ما الناس المساكين تسوي؟ ليش السادة والمعممين ما يسوون هذا؟ ويخلونك انت ويخلوني انا نسويه. ليش؟ ليش هم ما يحبون أهل البيت مثل ما احنا نحب أهل البيت؟ ليش يخلوني أنا وياك ألطم وتلطم ودماءنا تسيل وهم يكتفون بس بتأجيج عواطفنا؟ هل اللطم يا أخي الفاضل هو من دين الحسين؟ يا من تحب الحسين، سألتك بالله، هل اللطم هو دين الحسين؟ هل هو دين علي بن أبي طالب؟ هل هذه الدماء التي تسيل من أجساد الشباب والشيوخ وحتى الأطفال من دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا الذي نحن عليه دين نلقى الله به يوم القيامة؟ إذا كان دين فمن وين جبناه وهو لا مذكور لا بالقرآن ولا مذكور بسنة نبينا؟ وإذا كان مو دين إذن هو بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وتعال شوف يا أخي، تعال شوف شو يسوون عند الحضرات. بالله عليك شوف ناس تتمسح بخروف. خروف؟ وين راحت عقولكم يا ناس؟ يا ناس انت قبل لا تصير شيعي يا أخي انت مسلم، يا أخي انت مسلم عاقل. بالله عليك هذا هو دينك؟ تتمسح بخروف وتقول للناس تتمسح وتقول دخيلك يا علي بن أبي طالب؟ دخيلك يا علي هو لا دخيلك دخيلك يا علي بن أبي طالب خروف. وين حب أهل البيت؟ وين راحت عقول الناس؟ خذوا من عندنا عقولنا يا أخي، وخذوا من عندنا عواطفنا واستغلوها، وخذوا من عندنا فلوسنا باسم الخمس، وخذوا من عندنا حتى أعراضنا، حتى أعراض الشيعة جعلوهم هذول المعممين يسلمونهم إلهم باسم المتعة، أو يهتك بعضهم عرض بعض باسم المتعة. يا شيعي أدعوك لا لشيء، والله أدعوك بس تتفكر وتشوف هل هذا اللي أنت عليه، هل هذا اللي عليه المعممين من دين هو دين زينب، هو دين الحسين، هو دين علي بن أبي طالب، هو دين الحسن، هو دين محمد؟ هذا هو الإسلام اللي إجا به محمد يا أخي؟ بالله عليك تفكر. ما أريد منك شيء إلا أنك تمتلك الشجاعة وتواجه هذول الناس بالسؤال التالي: من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ ووصيتي إليك لا تقرأ كتب السنة، لا أنت مو هسه تقرأ كتب السنة، بعدين نقرأ كتب السنة. اقرأ كتب الشيعة أول مرة، وقارن كتب الشيعة ويا القرآن، وقارنها ويا أهل البيت، وشوف هل هذا الدين اللي كتب في كتب الشيعة، في أصول كتب الشيعة، هل هذا هو الدين، دين الإمام الباقر؟ هل هو دين جعفر؟ وهل هو دين الحسين؟ هل هو الدين الذي مات عليه الحسين واستشهد؟ أرجوك تفكر بهذه الكلمات اللي أقول لك إياها، والله العظيم ما أريد منك إلا الخير، والحمد لله رب العالمين.